انا بتكلم بدماغي. يلا انا عايز اسمع دماغك وجمهور الاهلي عايز يسمع دماغك. ولا زياده. بتقول ايه؟ لا تجديد ولا زياده. ده اول تصريح. ما حدش لا هجدد لحد ولا هزود لحد. خلاص. الدنيا ماشيه كده زي الفل يا باشا، مش انت ماضي عقد وتمام التمام 100% سليم. يعني انا لو مضيتك ب 100 مثلا وجا بعد 6 7 شهور اقول لك والنبي ممكن تقللهم؟ مش هينفع. مظبوط. صحيح. فانا النهارده التركيز كله لازم انا ازقك زق. طالما انت بقى يعني انت لازم تزق. لازم انت تبقى فاهم يعني ايه الاهلي الاول، يعني ايه الاهلي الاول، وبعد كده نبدا نحلل لك بقى الدنيا ماشيه ازاي فنيا يعني. انا بحب تريزيجيه جدا وشخصيه نظيفه جدا لابعد حد، شخصيه نظيفه جدا، لكن كون ان واحد من الناس اللي بتشد الفرقه يبقى مضغوط للدرجه دي، ده مضغوط. هو اولا ما فيش غير جمهور الاهلي اللي موجود اصلا. يعني ما فيش غير جمهور الاهلي الموجود اساسا يا تريزيجيه. فكونك ان انت تبقى مضغوط، انت وصلت لمرحله من الضغوط. الضغوط دي عباره عن ايه يا ابراهيم؟ انا لو ذكي جدا وبعرف ان انت باخد منك اسوأ ما عندك وانت مضغوط، هفضل اعمل ايه؟ هدوس عليك هدوس عليك هدوس عليك. في واحد الضغوط تجيب معاه احسن نتيجه. صح. الضغوط يعني بتخليك تنجحه عالي جدا. انا مقتنع بسياستين، هم هيبقوا غراب شويه بس انا اقولهم لك. يلا قول. واحد، ان طول ما انت بتلعب لوحدك هطلع اسوأ اداء. طول ما انت فاكر ان انت بتلعب لوحدك ومفيش حد حواليك جامد يعني ولا حاجه، هتطلع اسوأ اداء. ماشي. كل ما هتقول ان انا حواليا ناس كتير ممكن تلحقني، فدرجه التركيز بتبقى عاليه جدا، الاهتمام بيبقى عالي جدا، الانتاج بيبقى عالي جدا. وفي فلسفه ثانيه، يعني دايما كنت بسال نفسي يعني مثلا لما تروح في امريكا او اسبانيا او رواندا او بوروندي او كينيا ماشي. او هنا في مصر، ماشي. لما بتيجي تشرب حاجه ساقعه تمام بتلاقي نفس الطعم تقريبا. مظبوط. ده معناه ايه؟ ان نفس المقادير بنفس النسب في العالم دي هي فبيطلع لك الجوده واحده. هذه واحده من الحاجات اللي كانت بتميز الاهلي جدا. ان النظام واحد فهيطلع لك الانتاج واحد. ايوه قلتش حاجه انا بقى. اسكت يا سيد. ده هو اللي بيقول.